السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا دكتور أستاذ محمد حموشي، دائما موجود معنا في كل المناسبات والفعاليات الفلسطينية في مدينة جند. بنتشرف فيك وبنتشرف فيك معنا دائما. أهلا وسهلا فيك، وهذا الشرف لنا كبير، يعني إنك أنت تكون من جاليتنا المغربية وموجود معنا في كل الفعاليات. اليوم عندنا إحنا في مدينة جند مؤتمر الوفاة لفلسطين نسخته الرابعة. هذا المؤتمر بضم عدة فعاليات في شهر نوفمبر. ذكرى وعد بالفور المشؤوم، يوم الاستقلال الفلسطيني، ذكرى استشهاد ياسر عرفات. اليوم العالم للتضامن مع الشعب الفلسطيني. المؤتمر اليوم كان جيد، كان بضم نخبة من اخواننا المثقفين والمتكلمين. كان معنا من اتحاد الجاليات في اوروبا، كانت معنا اخوتنا الشاعر والاديب وداد سلوم ونخبة من الاخوان المتحدثين. مؤتمرنا اليوم وجهنا الضوء لقطاع غزة ولمحكمة الجنايات الدولية والقرار اللي اتخذته بحق المجرمين نتنياهو وجالنت، وإن شاء الله يتم تنفيذه. ويعني وبنشكر جنوب أفريقيا والدول اللي ساندت القرار، وتم إصدار مذكرة جريئة إنه محاكمة نتنياهو وحبسه. هذه مهمة جدا بخصوص أهلنا في قطاع غزة. يعني كل الحب لأهلنا في قطاع غزة. أهلنا في قطاع غزة بمروا لإبادة جماعية، قصف مستمر على أهلنا في قطاع غزة، قصف كل شيء حي وغير حي في قطاع غزة، قصف المنظومة الصحية في قطاع غزة المتواصل والمتكرر، قصف البيوت في قطاع غزة والمنازل والكنائس والمساجد والمستشفيات. قطاع غزة الآن النازحين يعيشون في خيام. الخيام أول شتوية عليهم غرقوا من المياه. إن شاء الله بدنا من أمتنا العربية والشعوب العربية والعالم الحر إنه يكون يطلع لأهلنا في قطاع غزة. وبرضك في نقطة ازدواجية المعايير، إن العالم بنتظر لأسرانا في قطاع غزة، اللي أسرى الإسرائيليين في قطاع غزة إنهم أسرى مدنيين، وينسوا انهم في الاساس عسكريين وضباط في الجيش الاسرائيلي، ويطلع لاسرانا في المعتقلات الاسرائيليه من نسائنا واطفالنا انهم مجرمين. هنا الازدواجيه في المعايير، انه انت الانسان والمراه والطفل بتتعامل معاه وبتحاكمه وبتحاسبه، والعالم كله مغمض عينيه مش شايفه. لكن لما انت بتأسر عناصر عسكريه من عند الكيان بيجوا بتطلعوا لهم انهم عناصر مدنيين. وهنا ازدواجيه المعايير الظالمه اللي احنا بنتعرض لها كشعب فلسطيني. شعب فلسطين اليوم بباد اباده في قطاع غزه، كل شيء عرق فلسطيني قاعد بباد بينمسح.